حاجه. النهارده هيكون معانا اللواء محمد عبد الفتاح عمر عضو مجلس الشعب حزب وطني. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. ومعانا الاستاذ حمدين صباح عضو مجلس الشعب حزب وطني. اهلا بيك فندم. حزب وطني حزب الكرامه. اهلا بيك فندم. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا بيك. حضرتك زعلت؟ طبعا زعلت؟ ليه؟ لانه كان في زميل حزب وطني ايضا وما جاش. ممكن هو الترتيب بس. هو مش هيزعل. زعلت ليه حضرتك؟ زعلت لان انا لا يسعدني ان اكون عضوا في حزب هو المسؤول عن وجود هذه الحكومه اللي بتفقر الناس وتتعبهم ومخليه حياتهم في هذه الدرجه من الشعور بضيق الخلق وانعدام الامل ومفيش ثقه في المستقبل. هو المصريين بالحاله اللي بيروحوا يموتوا فيها دي على شواطئ بلاد الله ممكن يكونوا حاسين ان الحكومه ديت تشرف حد انه ينتمي لحزبها، مع احترامي لاشخاصهم. هو في حد عاقل يمكن ان يسعده ان ينتمي لحكومه جعلت اكتر من نصف المصريين في فقر مدقع، مش عارفه توفر لهم بشهاده الراجل المحترم جوده الملط المستشار الجليل، لا توفر لهم لا صحه ولا تعليم ولا اسكان جوده الملط ولا من ميه الحكومه يا شرب. فندم. جوده الملط يعني اقصد جوده من النظام، يعني من النظام بس مش من الحكومه. هو مش مسؤول تنفيذي. لا يعني اقصد لو الحكومه دي او السلطه اللي موجوده دي تريد ان يعني الموضوع ما يبقاش فيه لا اخذ ورد، ما كانش جوده مالطا تقدم التقرير ده. لا بس خلي بالك ان الجهاز المركزي للمحاسبات ده دستوريا هو عين مجلس الشعب مش الحكومه. يعني انا كمجلس عشان امارس مهمتي في الرقابه اللي هي المهمه الاولى للمجلس بالاضافه للتشريع مهمته الثانيه، لازم يبقى لي اداه كفءه قادره على انها تعمل فحص دقيق لاداء الدوله الحكومه والمؤسسات الاقتصاديه التابعه لها وتقدم لي نتيجه هذا الفحص في تقرير محاسبي قانوني يقوم هذا الاداء. من الجهه دي الجهاز المركزي للمحاسبات، فهو مكلف بان يكون عين مجلس الشعب وهو في هذا يمارس سلطه الرقابه على الحكومه. فطبعا مستشار جوده الملط بضمير قاضي محترم وكل الرجال اللي معاه بيقدموا سنويا هذا التقرير اللي هو في كل سنه يدين اداء هذه الحكومه في سلبيات يسميها الرجل تهذبا او تأدبا ملاحظات زي ما قال، لكن في واقع الامر تقرير المستشار جوده الملط احنا كان عندنا 14 استجواب من الاسبوع اللي فات ضد هذه الحكومه فيما يتعلق بمسؤوليتها عن الفقر وغلاء الاسعار. انا بعتبر ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مش هو الاستجواب ال15 فقط، ده هو بمقام يعدل هذه الاستجوابات كلها، ودي شهاده من داخل النظام كما تقول لكن ليس من داخل الحكومه. رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين الان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومعنى كده ان هذا الرجل ينبغي ان تحترم حيدته وغيرته الوطنيه، والحقيقه المستشار جوده الملط جدير بهذا الاحترام واثبت ذلك وقدم تقرير فيه ايجابيات وفيه سلبيات، لكن سلبياته تفوق ايجابياته وهو شهاده ضد الحكومه. وانت مفتتح برنامجك اخرتها ايه؟ لو اننا في نظام يتعلم من مثل هذه التقارير حكومة أحمد نظيف لابد أن تقال. لو التقرير ده من النظام، يعني التقرير ده مش من بره كمان. طيب يعني شاهد من موظف حكومي يتقاضى راتبه من يعني كل ده عشان عمرو بس غلط وقال من الحزب الوطني. أنا من حزب الكرامة، ليه أدخل من الحزب الوطني؟ ايه ردك على الكلام ده يا فندم؟